هتلاقي نفسك كل يوم الصبح في قعدة المكتب، ولا في الزيارات العائلية، ولا على جروبات الواتساب واحنا قاعدين بنرغي مع بعض، جايبين في سيرة حد وماسكين نقطع في فروته. كل واحد عمال يقول اخر الابديتس اللي وصلت له عن الشخص ده، وعمال يباهى بالمعلومات اللي هو يعرفها، وبنتسابق مين فينا يعرف معلومات جديدة مفيش حد تاني يعرفها. ببساطة خليك انت البني ادم اللي في القعدة دي اللي بيقول ده الخلق للخالق، بس بتقولها بجد، مش بعد ما تبقى عرفت كل المعلومات اللي عايز تعرفها ولا لسانك فلت وما قدرتش تمسك المعلومات اللي عندك. لا، انت بتقول ده الخلق للخالق بجد، وبتحاول ان انت تغير الحوار. لو جربت مع الناس اللي انت قاعد معاهم مرة والتانية والتالتة وهم بيرفضوا ان هم يبطلوا نميمة او ان هم يغيروا الموضوع، ابدأ اسحب نفسك من القعدة. مرة تلكك ان انت عايز تدخل التويليت، انت معاكي مكالمة عايزة تقومي تعمليها، المهم ان انت تخلص من القعدة دي. وهنا هيظهر 3 انواع من الناس. النوع الاولاني اللي هيشوفك اوفر وخنيق وعامل فيها انك مستشيخ قوي يعني. النوع ده ما يفرقش معاك في حاجة، هو كده كده متوقع انه زي ما بيتكلم على الناس هيتكلم عليك وهيتكلم على غيرك، واصلا محدش هياخد على كلامه لان هو معروف عنه ان هو بتاع كلام. فانت كبر دماغك منه وما يفرقش معاك في حاجة. النوع التاني هتلاقيه هيفكر ما بينه وما بين نفسه في تصرفاتك، وهيشوف ان انت جريء قوي ان انت عرفت تعمل كده، بس قدامك هتلاقيه مرة بيتريق عليك، المرة التانية بيتريق عليك، المرة التالتة بدأ يحس على دمه شوية، المرة الرابعة هيتجرأ ويستخبى ويعمل زيك ويقوم من القعدة بأي تلكيكة. فالشخص ده انت هتبقى منعته عن عادة غلط هو بيعملها، مش بس غلط، دي غلط وحرام. اما بقى النوع الثالث ده اللي ما كانش في دماغه الموضوع اصلا، هو حاسس انه مجرد يعني بيحكي قصص وبيتكلم وبيتسلى بقصص بيسمعها، مش في دماغه ان هو بيعمل حاجة غلط او حرام. فبتصرفاتك او بكلامك هيبدأ ينتبه ان هو بيعمل حاجة غلط، فساعتها ممكن من اول مرة يراجع نفسه ويقرر ان هو يوقف اللي بيعمله. فانت هتكسب فيه ثواب ان انت خليته بطل حاجة حرام وان انت علمته عادة صح. هتلاقي نفسك كل يوم الصبح في قعدة المكتب، ولا في الزيارات العائلية، ولا على جروبات الواتساب واحنا قاعدين بنرغي مع بعض، جايبين في سيرة حد وماسكين نقطع في فروته. كل واحد عمال يقول اخر الابديتس اللي وصلت له عن الشخص ده، وعمال يباهى بالمعلومات اللي هو يعرفها، وبنتسابق مين فينا يعرف معلومات جديدة مفيش حد تاني يعرفها. ببساطة خليك انت البني ادم اللي في القعدة دي اللي بيقول ده الخلق للخالق، بس بتقولها بجد، مش بعد ما تبقى عرفت كل المعلومات اللي عايز تعرفها ولا لسانك فلت وما قدرتش تمسك